السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، وهو التقديم على الفيزا، السكيلد وركر فيزا بالنسبة للتمريض. طبعا عشان نقدم الابليكيشن لازم يكون معانا السي او اس سيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب. فاذا مش معاك السي او اس، لسه ما طلعتش او مش موجوده معاك، يبقى انت كده مش هتقدر تقدم، لان البيانات اللي موجوده فيها هي دي البيانات اللي بتطلب منك ساعة التقديم. فلو انت تمريض ومعاك سكيلد وركر، راح تقدم على سكيلد وركر فيزا زي ما مكتوب عندك في السي او اس بتاعتك، فهتمشي معايا نفس الخطوات دي باذن الله. يلا بينا نبدا، وان شاء الله يكون فيديو مفيد لكم جميعا ان شاء الله. طبعا انتوا هتفتحوا اللينك هتطلع لكم الصفحه دي. طب اللينك مش شغال او في مشكله، اعمل انت سيرش بنفسك. هتدخل على الموقع الرسمي اهو، هتكتب هنا في السيرش عشان ما تتلخبطش بالحاجات اللي جوه دي. هتكتب سكيلد وركر فيزا، هتعمل سيرش، هنيجي هنا هطلعت لك الاختيارات سكيلد وركر فيزا. هنعمل هنا ابلاي فروم اوتسايد اوف يو كي، هتقرا الكلام اللي موجود كله تمام، وهتضغط ستارت ناو. جميل، فتحت لك نفس الصفحة. فخلينا ماشيين على الصفحة اللي احنا فتحناها. هتكون موجودة في الديسكريبشن. هنا طبعا أول سؤال بيسأله أنت هتعيش فين؟ فهنا هختار انجلاند، لان البلد اللي انا عايش فيها هي انجلاند. هل انت معاك جواز سفر من البلاد دي يعني؟ فانا معيش. لو معاك هتضغط يس. هنا بيسألك البلد اللي هتعمل منها البيومتريك، وهنا طبعا انا هعمل البيومتريك في مصر ايجيبت، عشان تعرف اذا كان في او في مصر تي ال اس سنتر ولا لا. البيومتريك ده طبعا عشان تكونوا عارفين هو ده المكان اللي بروح اسلم فيه الجواز، بتصور بعد كده بسيب الجواز هناك لمدة مثلا اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع، حسب نوع الفيزا اللي انا مطلعها، اذا كانت بريوريتي فيزا ولا اذا كانت فيزا عاديه ولا سوبر بريوريتي. ده المكان اللي انا بروح اسلم فيه الجواز السفر. وكمان برضه هو ده نفس المكان اللي بسلم فيه الاوراق لو انا مش هحمل الاوراق بنفسي. في طبعا فيديو تاني هنتكلم فيه ازاي ان نحجز موعد مع التي ال اس، فمش وقته يعني، لكن ده ملخص كده سريع. ده التي ال اس، ده المكان اللي بتروح تعمل فيه الحاجات دي. عشان تعرف اذا في تي ال اس جنب عندك في بلدك ولا لا، هتضغط هنا على اللينك ده. انا بتكلم طبعا في مصر، احنا كده كده عارفين ان في مصر تمام، لكن لو في بلد تانية عاوز تعرف إذا كان فيها ولا لأ، ممكن يكون في بلد ما فيهاش، الله أعلم، أنا مش عارف. بس من باب الاحتياط بنعمل سيرش نشوف موجود مثلا في مصر، هل موجود ولا لأ. فهنا بيقول لك أهو موجود في اسكندرية، ألكسندرية، وكايرو تمام. لو ضغطنا على كايرو مثلا يجيب لك عنوان وهيجيب لك كل حاجة عنه. فخلينا نرجع تاني عشان نرجع لنفس موضوعنا ما نضيعش وقت كتير. فهنا بيقول لك أنت هتعمل البيومتريك فين؟ قلنا هنعمله في مصر. أنا هختار الاختيار ده لأن أنا عارف أنا هعمل البيومتريك بتاعي فين، ومش هختار different location عن البلد اللي أنا فيها. هنا طبعا تقرأ الكلام ده كله، لازم تقراه قبل ما تكمل خطواتك. أنا بالنسبة لي عشان عملت الابلكيشن ده قبل كده فهكمل عادي. أنا طبعا بطلب الإيميل، فأنا هحط إيميل وأحط باسورد. هنا عملت الإيميل والباسورد. الباسورد لازم يكون فيه حروف كابيتال وحروف سمول وأرقام. أنا خلاص عملت الباسورد ودخلت الايميل اللي هيتعاملوا معايا بيه. وهنا طبعا سألني معاك السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب ولا لا؟ موجودة طبعا. فطبعا انت لو قلت نو، مش يعني في حاجة هتحصل هنا مش مظبوطة. فأنا معايا طبعا، بما إنه إن هو معايا فأنا هدخل دلوقتي الرقم بتاع السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب. هنا بدخل السيرتيفيكيت نمبر مش السبونسر لايسنس نمبر تمام. هتلاقيها موجودة في السي او اس سيرتيفيكيت نمبر اوكي، وهيكون أنا عندي موجودة في السطر الثالث تمام. وهتكون بالشكل الحروف اللي موجودة دي كده، حرف ورقم حرف ورقم حرف ورقم، عشان برضو ما تتلخبطش وتكتب حاجة مش مظبوطة. فده اسمه موجود عندي في السي او اس اسمه سيرتيفيكيت نمبر. هدخل السيرتيفيكيت نمبر. انا كده خلاص عملت السيرتيفيكيت سبونسرشيب نمبر. سيف اند كونتينيو. هنا طبعا بيسألني هنعمل كونتاكت يو باي ايميل، فبيسأل طبعا الايميل ده بتاعك ولا بتاع حد تاني. بتاعي طبعا. سيف اند كونتينيو. عاوز تضيف ايميل تاني طبعا، لو عاوز تعمل يس هيقول لك لو عملت سيف اند كونتينيو هتكتب الايميل التاني، بس طبعا احنا خلينا في هو ايميل واحد بس. نو سيف اند كونتينيو. هنا بيطلب رقم التليفون تمام، فهنكتب الرقم التليفون الاولاني. هنا بيقول هتكون بتستخدمه داخل يو كي وخارج يو كي، فهقول هستخدمه في الاثنين. هنا بيقول لك رقم التليفون ده خاص بيك بتاع البيت ولا البيزنس ولا الموبايل؟ ده الموبايل. سيف اند كونتينيو. اني اذر تليفون نمبر، انا ايوه هضيف رقم تليفون تاني بحيث ان هما يعني لو في مشكلة في التليفون ده يبقى في حاجة تانية بديلة يعني. فأنا هيفتح لي أهو، شوف الصفحة كده فتحت صفحة تانية أهي نفس البيانات. هدخل رقم تليفون تاني. سيف اند كونتينيو. عاوز تضيف رقم تالت هيقول لك عاوز تضيف رقم تالت ضيف تمام، بس أنا طبعا مش هضيف رقم تالت، كفاية كده. سيف اند كونتينيو. هنا بيقول لك يعني يتواصل معاك من خلال إيه؟ فطبعا أنا بالنسبة لي الكول والاس ام اس،
تمام، فده بالنسبة لي تمام. شوف انت بالنسبة لك يعني ايه المطلوب او ايه اللي يريحك واعمله. كونتينيو. هنا بيسألني تحب نتواصل معاك مع اي رقم من الرقمين اللي انت حطيتهم دول، فانا احط الرقم الاولاني ده اساسي بحيث ان هم لو في مشكلة في الاولاني يبقى يتواصلوا على التاني. يبقى كونتينيو. هنا طبعا بيطلب مني الجيفن نيم والفاميلي نيم. جيفن نيم اللي هو الفيرست نيم، والفاميلي نيم اللي هو اخر اسم موجود في الجواز. هنا بيسأل لو في any other name، لو في عندك في اسماء تانية تقولها، لو في انت مغير اسمك او حاجة. ده بالنسبة للناس اللي هم بيبقوا في مثلا دول بيغيروا أسمائهم على أسماء الأزواج وكده، فاحنا بالنسبة لنا مفيش الكلام ده. your sex and relation or relationship status طبعا. هنا أنا بسجل لزوجتي برضه، هي تمريض، أنا بسجل لها الابليكيشن ده. طبعا أنت المفروض اللي بيسجل هو الشخص نفسه. طبعا هنا بيقول your sex and relationship status، هتختارها تمام، وهتضغط هنا وتكتب إذا كنت single married أو الحاجات اللي موجودة تحت دي. تمام، أنا أختار married save and continue. هنا طبعا طالب الأدرس save and continue. هنا طبعا بيقول السكن اللي أنت قاعد فيه حاليا، قاعد فيه بقالك قد إيه، كام يوم. طبعا هنختار هنا الواحدة كام يوم أو كام أسبوع أو كام شهر أو كام سنة. تمام، وهنا بيسأل طبعا إذا كنت أنت تملكه ولا تأجره ولا أجره. تمام، save and continue. هنا بيسأل على بيانات الباسبور، هندخل البيانات بالظبط زي ما هي موجودة في الباسبور، رقم الجواز وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. وكتبت هنا طبعا إن هو issued فين في Egypt. save and continue. هنا بيسأل في your identity card، معك identity card valid national identity card موجودة طبعا. هنا كده دخلت بيانات البطاقة وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. save and continue. هنا بيسأل على nationality والcountry والdate of birth. هنا دخلت البيانات زي ما قلنا، تاريخ الميلاد والمكان الميلاد اللي هو المحافظة. تمام، والدولة. save and continue. هنا بيقول في عندك أي جنسية تانية؟ لا، احنا طبعا في الحالة بتاعتنا هنا مفيش جنسيات تانية. لو في جنسية تانية هتكتب يس وتكتب ايه هي الجنسية التانية. save and continue. هنا اللغة اللي تحب يتكلموا معاك بيها ايه؟ فاللغة الإنجليزية. هنا طبعا بيسأل عن اللغة، فهنا بيقول لو انت نيرس ودكتور بيسألك لو انت عديت او اجتزت خلاص الاختبارات المطلوبة بالمنظمة بتاعتك، زي مثلا لو احنا تمريض بالنسبة لنا ال NMC، فمطلوب ال NMC لغة معين في الايلتس او في ال OAT. فطبعا احنا بالنسبة لنا ايوه عملنا الاسسمنت ده ونجحنا فيه. طبعا هنا بيسأل على هل في evidence of your English language ability in previous application. خد بالكم من الكلمة دي كويس. فطبعا هنا نو، انا بالنسبه لي هنا نو. هنا بيسأل يعني انت اتعلمت في مدارس يو كي قبل 18 سنه. نو. يبقى continue. هنا بيسأل طبعا سؤال degree taught in English. هنا طبعا هضغط نو. لو في عندك يس اضغط يس. بس انا بالنسبه لي هنا طبعا احنا كلنا متعلمين بالانجلش في مصر، خدوا بالكم يعني. بس يعني اعتقد ان هو غير معتمد بيه، والا ما كناش اضطرين ان احنا ناخد الاو تي او الايلتس. نو. هل انت معاك PhD؟ نو. أنا بسألك على ال current partner اللي هو الزوج أو الزوجة. نكتب ال given name وال family name وال date of birth والبيانات دي. أنا بسأل هل انتوا حاليا عايشين مع بعض، وهل هيسافر معاك لل UK ولا لأ. هنجاوب ونحط ال save and continue. أنا بالنسبة لي طبعا أنا عايش في إنجلترا دلوقتي، فطبعا هيسأل هو عايش فين. وهل هو traveling with you؟ no with not traveling، لأن أنا بالفعل travel. طبعا لو أنت حاليا عايش مع زوجتك أو زوجك فاعمل لي no، ومش هتضطر إنك تكتب البيانات دي. لكن لو هو عايش في بلد تانية هتكتب البيانات في البلد اللي هو عايش فيها. يبقى continue. هنا طبعا بيطلب منك ال first parent. فهنكتب مثلا أول حاجة ال first parent، هنكتب يلا الأم الأول، خلي الأم الأول. تمام، فهتكتب هنا بقى بيانات الأم. هنا طبعا بيسأل على الناشوناليتي، وهي هنكتب ان ايجيبت. تمام، مش عارف اللي كل مرة بتطلع لي الحاجات دي. المهم ايجيبت. تمام، وهنا بيسأل هي دايما كان معاها نفس الناشوناليتي دي. ايوه، فاحنا هنا لا يس، هي عندها دايما الناشوناليتي بتاعتها، هي اتولدت وعايشة ومعاها الناشوناليتي بتاعت مصر بس. تمام، فنضغط يس مش نو. سيف اند كونتينيو. هنا بقى بيقول لك اكتب another parent وهو الفازر. تمام، دخلت البيانات. وهنا طبعا هل هو طبعا معاه نفس الأب، معاه دايما الجنسية دي أو مولود طبعا هنكتب يس. تمام، save and continue. هنا طبعا بيسأل عن الفاميلي، فطبعا الفاميلي في يوكي. أيوة أنا عندي يعني أنا بقدم الأبليكيشن بتاع زوجتي، فهي طبعا هتضغط تقول يس save and continue. هنا طبعا بيسأل عن الريليشن شيب، نكتب بقى البيانات بتاعتي أنا تاني. طبعا أنا كده دخلت البيانات اللي هي بتاعتي أنا اللي هو الزوج يعني.
ده في حالة إن أنا يعني اللي بيقدم الابليكيشن في حد عايش معاه موجود في إنجلترا، هيدخل بيانات الشخص ده ونوع الفيزا اللي موجودة معاه. طب مفيش حد وهو جاي لسه أول حد في عيلته وخلاص بيضغط نو، مش بيضطر إن هو يكتب الحاجات دي. تمام، سيب اند كونتينيو. هل في حد تاني من العيلة قاعد في يو كي أو عايش في اليو كي؟ نو، سيب اند كونتينيو. هنا طبعا بيسأل where you will stay in the UK. تمام، do you know where you will be staying in the UK؟ أيوه. طيب انت بالنسبة لك انت بتقدم الابليكيشن، فانت عارف بيبقى موجود فيه في السي او اس بتاعتك العنوان اللي هتسكن فيه. تمام، فهطلع السي او اس كده واكتب العنوان، البوست كود هيكون موجود فيه. طبعا العنوان ده انت مجرد ما بتدخل هنا البوست كود، تمام، وتكتب فايند او تضغط على فايند يو كي ادرس، هيطلع لك عناوين كتير. هتلاقي العنوان ده موجود على فكرة في الصفحة التانية في السي او اس، هتلاقي مكتوب الادرس بتاع المستشفى اللي انت رايح عليها، فاكتب الادرس بتاعها. لو هما مدين لك ادرس معين تكتبه، اسالهم هو الادرس اللي هكتبه، بس هو في الغالب بيبقى موجود في السي او اس في الصفحه الثانيه. تمام، مجرد ما تدخل بس البوست كود، هتعمل فايند ادرس، هيطلع لك عناوين كتير تختار منها. انا بالنسبه لي طلع لي العنوان هو واحد بس، هو ده. تمام، سيف اند كونتينيو. هنا بسأل في أي أماكن تانية هتقعد فيها، لحد دلوقتي نو، سيف اند كونتينيو. يوكي ترافل هيستوري، هل أنت سافرت يوكي في خلال آخر 10 سنوات؟ بالنسبة لي نو. هل هنا قدمت أو طلع لك فيزا اليوكي في خلال آخر 10 سنوات؟ تم إصدار، بلاش قدمت دي، هنا تم إصدار. تمام، issued، هنقول نو. سافرت أي دولة من الدول دي وعدد المرات اللي سافرتهم فيها؟ هنا طبعا زيرو، سيب اند كونتينيو. أنا بقى يعني بقيت دول العالم بقى خلافا للدول دي، في آخر 10 سنوات أي بلد أنت زرتها سافرت ليها هتضغط هنا يس، وتكمل بقى إيه الخطوات اللي هياخدها معاك واحدة واحدة كده، هناخدها مع بعض. ما سافرتش، ما رحتش في حتة غير مصر، يبقى نو وتكمل. تمام، أنا بالنسبة لي سافرنا في دولة هنا، هضيف بياناتها. طبعا محتاج بقى الهيستوري بتاع البلد دي. تمام، أولا إيه هي البلد وسافرتها عشان إيه، دخلت البلد دي إمتى وخرجت منها إمتى، دخلنا البيانات، save and continue. هل سافرت أي دولة تانية؟ لو سافرت دولة تانية تضغط yes وتكمل وتكتب الدولة التانية إيه، وهكذا لحد ما تكتب كل الدول اللي أنت سافرتها. تمام، في خلال ال10 سنوات الأخيرة، سواء بقى زيارة أو سياحة أو أيا كان، أي زيارة لأي بلد لازم تكتبها. فهنا نو، حتى لو كانت سياحة شهر أو سياحة يومين، أي بلد سافرتها. هنا مش بنتكلم قعدت فيها أكتر من سنة زي ما كنا بنتكلم في الابلكيشن بتاع ال NMC. هنا أي بلد أنت زرتها الكلام واضح أعتقد. هنا بيقول أنت planned travel ال UK إمتى، فطبعا هو بيبقى التراست قايلين لك على الميعاد اللي أنت هتيجي فيه، فهتكتبه save and continue. هنا طبعا أنت تقرا الكلام ده وبناء على حالتك أنت تجاوب، بس طبعا أنا ما حصلش الكلام ده معايا في أي دولة يعني، فهقول no save and continue. هل أنت قبل كده يعني عملت حاجة ضد ال UK immigration law؟ ما حصلش. هل تم توقيع عليك أي penalties أو حاجة اللي هو إطلاق سراح مؤقت أو مشروط أو الحاجات دي؟ اقرا الحاجات دي، لو في حاجة معاك اضغط عليها. ما فيش حاجة، طبعا أنا ما فيش أي حاجة من الحاجات دي. طبعا هنا بيقول لك جرائم الحرب، طبعا قرينا الكلام ده كويس، اقروه كويس علشان هتجاوبوا بناء على حالتكم انتم الشخصية. تمام، أنا بالنسبة لي ما حصلش الكلام ده. نتكلم بقى، دخلنا بقى في الإرهاب والكلام الكبير ده، هنقرا ونجاوب. no 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 I have read the information even to continue. نقرا الكلام كويس ونجاوب عليه، كل واحد على حسب حالته. no no، ده زي إقرار بقى منك إن أنت ما فيش أي مشكلة سياسية جنائية إرهاب جرائم حرب الحاجات دي. أنا بقى بتكلم يعني بسأل على الجود كاركتر، يعني نقرا الحاجات دي كويس طبعا عشان ده يعني تاني ابلكيشن أعمله، فأنا قريته قبل كده. أنا بسأل بقى يعني هل اشتغلت في حاجة من الحاجات دي قبل كده، اقرا كويس. أنا طبعا ما اشتغلتش في حاجة من الحاجات دي، الإعلام والمستشفيات اللي هي الأرم فورس. أنا بالنسبة لي لأ. I have not yes I haven't worked in any of this job listed above. save and continue. هنا طبعا بيطلب السبونسر لايسنس نمبر، وده موجود فين؟ موجود في السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب، هتلاقيه موجود في الصفحة الأولى زي ما هو كده، سبونسر لايسنس نمبر. تمام، فهتلاقيه موجود في الصفحة الأولى وفي الغالب بيبقى السطر الأول، فإحنا هنا كتبناه. هنا السؤال ده هل هو يعني بيقول لك هل هو اللي هيعمل المينتننس، السبونسر هيعمل المينتننس، فإحنا بالنسبة لي هنا موجودة يس. تمام، يبقى ده هنلاقي إجابتها موجودة فين؟ هنلاقي إجابتها موجودة في الصفحة التانية في السي او اس، هتلاقي كده مكتوب take to certify maintenance for migrant بين قوسين and dependent if applicable، لو موجود جنبها واي معناها yes. تمام، فبالنسبة لي أنا موجود yes. طبعا بيسأل بقى أنت هتشتغل إيه في يو كي، فستاف نيرس.
بيقول لك السالري بتاعك ايه، هتلاقيه موجود في السي او اس، هتلاقيه في الصفحة التانية في السي او اس موجود السالري بتاعك، هتكتبه ده اللي هو الراتب السنوي. تمام، الراتب السنوي. سيف اند كونتينيو. هنا بيسألك بيقول لك انت راجعت الجايدنس بتاعة اللي هو الاوفرسيز كريمنال ريكورد وكده. ايوه طبعا انا راجعتها وعارفها، وعارف هم هيطلبوا مني ايه، هيطلبوا مني فيش لكل دولة قعدت فيها. سيف اند كونتينيو. طبعا انت عارف ان إن بعض الوظائف بيطلبوا criminal records. طبعا احنا عارفين الكلام ده لأن ال NMC قايل الكلام ده بوضوح، فأنا طبعا عارف أو بقول لك أيوه هم طالبين criminal records. هنا بقى بيسألك تحديدا الدول اللي أنت قعدت فيها 12 شهر أو أكتر. قبل كده لما كان بيسألك على الدول اللي أنت سافرتها كان بيسألك كلها، سواء سياحة أو زيارة أو عمل أو أيا كان أنت رايح عليه. لكن هنا بقى بيسألك تحديدا الدول اللي أنت قعدت فيها 12 شهر أو أكتر. فأنا بالنسبة لي هنا هكتب مصر، وهكتب أي دولة تانية. طبعا كده كده لازم هكتب مصر، تمام، وهكتب أي دولة تانية عشت فيها 12 شهر أو أكتر. فهنا هكتب أول حاجة Egypt. هنا بيسألك هل أنت تقدر تجيب لي كريمنال ريكورد من الكونتري دي؟ أيوة طبعا من عينيا الاتنين هجيب لك كريمنال ريكورد. هل في دول تانية قعدت فيها 12 شهر أو أكتر في آخر 10 سنين؟ تمام، في آخر 10 سنين. أيوة في طبعا. سيب اند كونتينيو. هنكتب اسم الدولة. هنا بيسأل طبعا نفس السؤال، هتقدر تجيب لي سيرتيفيكيت كريمنال ريكورد سيرتيفيكيت؟ أيوة هقدر أجيبه لك. سيب اند كونتينيو. هل في تاني؟ لا مفيش تاني، بقى كفاية كده. تمام، لو في عندك تاني يس وكمل. كل الدول في خلال آخر 10 سنين قعدت فيها سنة أو أكتر. نو. هنا طبعا بيسألك السبونسر بتاعك قال لك إن أنت، أكد لك إن أنت eligible for health and care visa. أيوة هنختار إيه بقى من الحاجات اللي تحت دي؟ I confirm. هنا بيسأل are you applying as midwife or nurse؟ أيوة طبعا nurse. هنا بيسألك طبعا الحاجات اللي تحت دي هتختار منها حاجة منهم. طبعا هختار هنا past NMC computer based test. طبعا هنا بيقول لك لو أنت عملت الفول registration، أنا لسه ما عملتش فول registration. تمام، أنا بس باست للسي بي تي. يبقى continue. هل أنت في الشورتج occupational list؟ أيوة احنا كتمريض في الشورت اكسبيشنال ليست. والكلام ده هيأكده ايه؟ هيأكده موجود عندك في السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب. اضغط يس. انا بقول لك السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب بتاعتك مدتها قد ايه؟ اقرا السيرتيفيكيت بتاعتك وشوفها مدتها قد ايه. في الغالب بتطلع ب3 سنين. طبعا عشان الجملة دي انا مش فاهمها، بس اجابتها تكون موجودة فين؟ هتبقى موجودة في السي او اس بتاعتك. فاكرين لما اتكلمنا على المينتننس تحتها في السطر اللي تحته على طول هل does the worker require an academic technological؟ نفس الكلام ده كده، فموجود جنبها in no، فأنا هضغط no. أنا كده بجاوب بناء على ال certificate of sponsorship اللي موجودة معايا. أنا طبعا لو في حاجة أنت يعني كنت عاوز تقولها أو تفصح عنها وما كانش ليها مكان قبل كده، فتقدر إنك تكتبها هنا. أنا الصراحة مفيش. save and continue. هنا بقى فتح لنا الصفحة دي. محتاجين بقى إن احنا نراجع، نمسكها كده ونراجع كل البيانات اللي موجودة، ولو في حاجة محتاجة تتعدل هنضغط على تشينج هنا ونروح هنعدلها ونعمل سيف. ترجع تاني تبص عليها تلاقيها اتعدلت. في أي حاجة محتاج تعدلها في الابليكيشن هنعدلها دلوقتي. هروح مراجعة سريعة وهرجع لكم. هنا طبعا بعد ما قريت كل البيانات واتأكدت إن هي صحيحة ومش محتاجة تتعدل فيها حاجة continue. هنا بقى بيقول لك الدوكيومنتس المفروض تكون موجودة معاك. طبعا الباسبور، الكريمنال ريكورد بتاع ايجيبت، الكريمنال ريكورد بتاع الدولة التانية، ولو في دولة تالتة ورابعة هتحط الكريمنال ريكورد بتاعها. هنا confirmation from your sponsor اللي هو السي او اس، ان هي السي او اس فيها 3 سنين، وان هي المينتننس، وان يكون فيها الحاجات دي كلها. روح الحاجات دي. طبعا الحاجات دي كلها مذكورة في السي او اس. والحاجة الأخيرة هنا إن أنت يكون معاك السي بي تي. بتاخد نتيجة السي بي تي معاك، وبتعمل برضو تاخد سكرين شوت من ال NMC، صفحة ال NMC بتاخدها معاك وانت رايح ال TLS Center. وطبعا يعني هنتكلم في موضوع الأوراق دي دلوقتي، بس يعني لحظة كده نخلص الابليكيشن وهقول لكم موضوع الأوراق ده هيتم ازاي. المهم إن انت يكون معاك الحاجات دي. أنا هعمل عليهم تك صح كده اهو، عاوز انك تعمل عليهم تك. ننزل تحت. هنا طبعا بيتكلم على التي بي تيست. احنا مش محتاجينه، احنا في مصر مش من ضمن الدول اللي مطلوب منها تي بي تيست. هنقرا بقى الكلام ده كويس. confirm and understand. شوف الديكلاريشن. انا اللي بقدم الابلكيشن لنفسي. انا بتعامل على ان انا اللي بقدم الابلكيشن لنفسي. طبعا لو اللي بقدم له حد اقل من 18 سنه، لو بقدم لطفل يعني في فيديو تاني للتقديم للاطفال والكده انا عامله. فانت لو بتقدم لطفل خلينا نبقى نروح نشوف الفيديو التاني، ما نشوفش الفيديو ده. ده الفيزا العمل. هنا نشوف الكونسنت. كونتينيو. هنا طبعا لما توصل يو كي باذن الله
هتحتاج يكون معاك BRB كارد. هنا بيقول لك الBRB كارد دي هتستلمها بعد ما توصل في خلال 10 أيام. فأنت عاوز يعني تستلمها منين؟ أنا هستلمها من البوست أوفيس، وهكتب هنا البوست أوفيس البوست كود بتاعه، وهعمل فايند بوست أوفيس. أنا لقيت ده أقرب مكان ليا. جميل. فأنت هتكتب أقرب مكتب بريد أو بوست أوفيس بلاش مكتب بريد، أنا لسه بنقول مكتب بريد. أقرب بوست أوفيس للمكان اللي هتعيش فيه، شوفه فين. واكتب الكود بتاعه. لو أنت مش عارفه اكتب البوست كود بتاع المستشفى بتاعتك. تمام. فلو كتبت البوست كود بتاع المستشفى بتاعتك يبقى البريد هيكون أقرب مكان للمستشفى. فكده خليني عارف كويس العنوان ده كويس جدا، لأن ده العنوان اللي هروحه لما أوصل علشان آخد منه الBRB كارد. هنا طبعا بيقول لك انك هتدفع $326. تمام. سيف اند كونتينيو. هنا بقى جينا لخطوة الدفع. خطوة الدفع انا مش هعملها، لان انا هخلي التراست هي اللي تعمل لي الدفع. هم قالوا لي كده يعني. فانا هدي لهم الايميل والباسورد اللي انا كتبته في الاول خالص، وهيدخلوا يخلصوا لي عملية الدفع، وهيحجزوا لي TLS. فبالتالي انا مش هحتاج ارفع الاوراق بنفسي. طيب، في حالة ان انت هتعمل الحاجات دي بنفسك، يعني هتدفع المبلغ وعاوز تاخد موعد مع TLS، هتلاقي في فيديو على القناة ازاي تعمل موعد مع TLS، وازاي ترفع اوراقك بنفسك لو انت مش عاوز تدفع فلوس تاني في TLS. فده كده الابليكيشن. بس بعد الابليكيشن ايه المطلوب؟ الدفع. بعد الدفع المفروض انك تحدد موعد مع TLS. انا بالنسبة لي اللي هيعمل لي الخطوة دي هو التراست، لكن في فيديو تاني انا عامله زي ما قلت لكم بخصوص ازاي تاخد موعد مع TLS، وازاي ترفع الاوراق بتاعتك لو انت محتاج ترفع اوراقك بنفسك، بدل ما تروح تدفع مثلا 700 جنيه على الابليكيشن. ازاي تقدر ترفعها بنفسك. لو الموضوع ده هتحس ان انت مفيش كونفيدنت ومش قادر انت تعمله بنفسك وعاوز تدفع المبلغ ده، خد اوراقك كلها معاك. انت كده كده هتاخد اوراقك معاك برضه، سواء رفعتها بنفسك او لا، كده كده هتاخد الاوراق الاصل معاك. يا اما تدفع المبلغ ده هناك وهم يتولوا هم موضوع ان هم يعملوا سكان ويرفعوا. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم باذن الله، وان هو يكون يعني يفيدكم باذن الله لما تيجوا تقدموا، ونشوفكم ان شاء الله على خير في UK، وتكون رحلة سعيدة وموفقة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.